متحمسه جدا للفيديو ده. امبارح كتبت لكم في الستوري انا عايزه اعرف ازاي كان عوض ربنا ليك. عايزه اقول لكم انا قرات 2 بالظبط وحسيت ان انا كنت هعيط، فتعالوا يلا عشان اعيطكم معايا. اول رساله بتقول اني دخلت عمليات مرتين، خراج وصديد في الثدي، وكنت بغير على الجرحين لمدة 2 شهر كل يوم، وانه خرجني منها على خير. شفاك الله وعافاكي. انا لسه مستنية العوض. تمام. واحدة تانية، هو لسه ما جاش بس انا متأكدة ان كل اللي ربنا بيعمله خير، وان شاء الله عوض ربنا قريب، وان شاء الله ربنا يجبر بخاطري انا واهلي. ربنا يجبر بخاطرك ان شاء الله. واحدة بتقول هو انا لسه مستنية وعندي يقين من ربنا انه هيرزقني بالذرية الصالحة قريب، وهيوفقني في اللي انا بعمله، لانه قال وبشر الصابرين. صح، عندك حق. النوتة بتحكي مرة كان عندي امتحان وكنت خايفة وقلت انا راضية باللي هتديهوني، ولقيتني نقصت فيه، عملت تظلم، واتنين ما بيديوش يدوني درجات يعني، مع ان كان المشكلة عندهم في الجامعة بس ما بيديوش. انا كنت عايزة ادخل بيهم في حاجة ومعرفتش، فدخلت في حاجة تانية، ولقيت كل الناس اللي دخلت الحاجة اللي انا كنت عايزة ادخلها لقيت الموضوع صعب، وانا ما كنتش هستحمل، وانا زي يعني ما كنت زعلانة بس انا مبسوطة. فتعلمت اني اثق في ربنا، وان اللي عايزاه مش دايما هو الاحسن، وان اللي ربنا عايزه هيكون حتى لو اتشقلبت ده هيحصل. صح، عندك حق. النوتة بتقول كان في خلاف في شغلي مع خصم الموكل، انا محامية وما كانش طايقني عشان بعمل لصالح موكلي، وموكلي طبعا على حق. وبعد ما ظبطت حقوق موكلي اتفقنا مع الخصم عشان ياخد حقوقه، وبرضو عنده عند رهيب معايا وانا اقول يمين هو يقول شمال. وكمان المحامي بقى كان بيقاوح في الاول، بس الحمد لله ربنا عوضني انه هو والمحامي بتاعه اعتذروا عن اسلوبهم معايا، وعرفوا اني انا صح وفاهمه الشغل صح، وانهم عندهم اخطاء كتير، وبقوا مهتمين ان انا اكون موجوده. وحتى مع وجود موكلي، مع اني يعني هو وجوده كافي، بس برضو بقوا مهتمين ان انا اكون موجوده. دي حاجة جميلة جدا، حد يعرف قيمتك يعني، دي حاجة حلوة. العوض انه جعلني على دين الاسلام، دين الحق والسلام، وكفى به نعمة. طبعا دي اجمل نعمة. حد تاني، ساعدت ناس تسافر برا مصر، ومسيرتي انتهت وقتها ورجعت مكسور الخاطر. بعد سنة ربنا سخر لي ناس تساعدني وسافرت. سبحان الله. دايما بقول ان انا لما بتعامل مع اي حد، انا مش مستنيه منك انت المقابل، انا مستنيه دايما من ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيعوضني. فانا لو بعمل لك حاجه كويسه ليك، انا مش منتظراها. وفعلا حرفيا اغلب الحاجات اللي انت بتعملها حتى مع ناس قريبين ليك، سبحان الله الخير ما بيتردش منهم هم، هو بيترد من حاجات تانية وفي حاجات تانية. يعني دايما اقول يا رب مثلا اللي انا عملته او الخير اللي انا عملته في حد يعود لي، حتى لو ما عادليش ليا انا يعود لي في ابني. فدي يعني حاجة أساسية يعني. اتجوزت وفضلت 7 سنين أنا وزوجي قاعدين عند أهلي، وعدم استقرار وظروف مادية صعبة، لحد ما ربنا عوضنا بأجمل شقة. الله الجمال ده. حد بيقول نجحت بعد سقوط في نفس الأسبوع، مش هتصدقيني بس بجد سقطت في امتحان قدرات الكلية اللي كان نفسي فيها، وبعدها ايه ما كملتش ليه؟ حمستني على الفاضي. ماشي تمام، خلينا في حاجة تانية. حد بيقول بعد ما خسرت وظيفتي وخسرت ناس كتير كنت بحبهم، ربنا عوضني بروايتي، رواية حكيمة وغيرت حياتي 180 درجة الحمد لله. انت اللي كاتبه الروايه ولا ايه؟ انا هبحث عنها، يعني هقفل الفيديو وهبحث عنها. حد بيقول ان ربنا رزقني بتوأم، وانا كنت بدعي بكده، هم العوض عن اي حاجه، وان ربنا سامعني وعارف وحاسس بسبب دعائي. اللهم بارك، ربنا يجعلهم خير يا رب، ويجعلهم اولاد صالحين. حد بيقول كنت في شغل كان بصراحه مريحني جدا جدا. بص بقى دي مهمه قوي. بس الشغل ده نفسه وقع، يعني الشركه وقعت، وساعتها اتبهدلت قوي، وما كنتش اعرف ان دي بداية الرزق كله ليا. ان اتاري لما الشركة وقعت دي كانت فتحة خير عليا، وربنا كرمني من واسعة. سبحان الله يا اخي، مصائب قوم عند قوم فوائد. سبحان الله. حد بيقول عوض ربنا جميل جدا، كفاية الستر والصحة ما حسيتش بيها غير لما جالي جلطات حمل، بس الحمد لله ربنا رحمني وخفيت بنسبة كبيرة. شفاك الله وعافاك يا رب، ويتم شفائك على خير.
حد بيقول انه انا ما كملتش تعليمي بسبب اهلي وكنت زعلانه جدا، بس ربنا عوضني بانسان صالح زي ما دعيت ربنا، واحلى رفقه كمان. اللهم بارك، واتمنى ان شاء الله انك مع الانسان الصالح تكملي تعليمك باذن الله. حد بيقول حقيقي كل مره بنقع فيها بيكون اول داعم لينا وسندنا وبيربط على قلوبنا في اصعب المصائب لطف ربنا جميل وستره علينا اجمل. فعلا عندك حق، وتزيين صورتنا قدام خلقه. سبحانك ربي مع عظمك، اللهم بارك. فعلا صح، دي حقيقة. حد بيقول كنت شغال في الحسابات واتنقلت للاي تي. لا وكمان مديريني بيدعموني عشان اوصل. قول لنا شغال فين، قول لنا. وحاجة تافهة بس رجعت الاكونت ده اللي كنت شغال عليه في 2019. لا دي مش حاجة تافهة، دي حاجة مهمة جدا. انا بيجيلي كوابيس كل يوم ان انا صفحتي بتتسرق اساسا يعني. عوض ربنا يتلخص في كلمتين: خطيبتي فرحة. الله، ايه الجمال ده، ربنا يتمم لكم على خير. حد تاني بيقول ربنا عوضني بخطيبي كل خير لقيته فيه. اوعى تكون دي خطيبتك وانتوا الاتنين جايين مع بعض في نفس الوقت. لاني السنه اللي فاتت كانت صعبه عليا قوي، وفجاه ربنا بعت لي شخص عوضني وجبرني الحمد لله، اللهم بارك. حد تاني جوزي هو كل جميل ربنا رزقني بيه. الله الله ايه الجمال. جماعه ربنا يبارك لكم في حياتكم بجد والله. يعني بصوا الشاشه مكسوره، ادعوا لي صلحها. عوض ربنا ليا شفته في خطيبي حقيقي، ما كنتش متخيله ان اتحب الحب ده كله في يوم من الايام. فضلا تدعونا ربنا يجمع بيننا، ربنا يجمع بينكم على خير يا رب ويرزقكم الذريه الصالحه. حاجه بقى جميله قوي. حد بيقول لعبت في كذا فريق كوره، منهم فرق كبيره بتصنف من احسن الناشئين في مصر، بس للاسف ما كانش معايا واسطه ان هي تخليني اكمل في الفريق يعني. ودخلت في اكتئاب لمده سنه ونص واحبطت تقريبا. والمهم لسه من كام يوم بعد ما فقدت الامل فريق كلمني. بالنسبه لي ده عوض كبير جدا، خصوصا ان انا مستواي عالي جدا ورجع لي حماسي وخلاني، بص بقى الحته الجايه دي، ابطل كل حاجه حرام بعملها تقريبا. فهي دي حاجه جميله جدا ان انت يعني ادركت فعلا ان في نعمه كبيره جدا من ربنا تستاهل انك انت تسيب اي حاجه وحشه وتكمل في كل الحلو. ربنا عوضني بزوج مفيش منه اتنين بعد سنين عذاب. ربنا يعوض يا رب كل الناس. دي حاجة بقى شبه معجزة كده، نجحت عمليتي رغم ان هي كانت 90% شلل. ربنا يديك الصحة يا رب يعني، ويشفيك يا رب، اللهم امين. ان انا ما كنتش بخلف، وكمان ماديا مش احسن حاجة. بقالنا 3 سنين ونفسي اطلع عمرة جدا جدا، لان نفسيا محتاجة ده قوي ومفيش فلوس. وحلمت رؤية من 6 شهور ان انا بعمل عمرة، وفي الحلم كل حاجة ملموسة اكن حقيقة. وربنا قدر لزوجي يطلع اسمه في قرعة الشغل، وانا هطلع معاه الحمد لله. وكمان عوض ربنا في شغلي، ان عمري ما كنت اتخيل اوصل للي انا فيه. زمان قبل شغلي كانت 5 جنيه بتفرق، افكر قبل مصرفها. دلوقتي بفضل ربنا وكرمه عوضني، بقيت اجيب زي اي حد في المتوسط. ربنا ييسر لي كل حاجة فيها، اللهم بارك. ربنا يعوضك خير يا رب ويرزقك